نحن كأرمن جميعنا شتاتا والأرمن المسيحيين كلياتنا هلأتين عم نستذكر هاي الذكرى الأليمة اللي خاصة فينا. ذكرى كتير بشعة لنا، وعم نوجه كمان خلال هاي الذكرى بأنه نحن باقين ورح نبقى، ومستحيل أنه ننسى الألم اللي عشناه، وأن الذاكرة مستحيل تنمسح منا الألام اللي رسمت فيها أيام أجدادنا وأجداد أجدادنا. طبعا نحن شفتي ذكرت لك بأنه لما صارت الإبادة تشتت كتير من الأرمن، وفي نسبة كتير كبيرة من الأرمن فقدوا هويتهم ولغتهم الأم. ببداية الثورة عنا هون بمناطق شمال وشرق سوريا بلش تفعيل دور المكونات، صار في كونفرنس لجميع مكونات شمال وشرق سوريا، كان حتى في دور للأرمن بهذا الكونفرنس. بلشت فكرة انطلاق المجلس الاجتماعي الأرمني اللي يحتضن الأرمن الشتات. الفكرة انطلقت بعام 2017 لحتى قدرنا نظبط الأمور لهلا ل 2026 نلم شتات الأرمن اللي انصهروا بين المكونات العربية والكردية، فقدوا لغتهم، فقدوا هويتهم، فقدوا عاداتهم وتقاليدهم، فقدوا حتى ديانتهم. صهروا بعادات المكون العربي، صهروا بعادات المكون الكردي. طبعا نحن ابدا ما بننسى احتضان المكون الكردي للشعب الارمني بوقت الاباده، واحتضانه وتربيته للشعب الارمني، والمكون العربي كذلك الامر لما احتضن الشعب الارمني ببدايه الاباده. انطلقت من هاي الفكرة بتأسيس المجلس الاجتماعي الأرمني حتى قدرنا نشكل لجان، من بيناتها لجان ثقافية، لجان تدريب ولغة. اللجان الثقافية هي اللي تبنت لإبراز ثقافات وعادات الأرمن وإبراز اللغة الأرمنية، وإعادة نرجع كمان نستذكر أنه عندنا لغة نحن فقدناها من سنين، نرجع كمان نتعلمها. طبعا الشكر الأول والأخير لتشكيل المجلس الاجتماعي الأرمني اللي احتضن عدد كتير كبير، وبلشت كمان إحصائيات كتير كبيرة للشتات الأرمن اللي مصهورين بالمكون العربي والكردي، ومن هون بلشت عنا الانطلاقة لحتى التي عم نجتمع كلياتنا بعيدين بعد تام عن الدين، يجمعنا قومية وألم واحد لنستذكر هذا اليوم اللي ما بينتسى أبدا بالنسبة لنا نحن كأرمن. طبعا فلسفة الفيلسوف عبد الله أوجلان كان أنا بصمة بجميع المكونات. هذا الأمر حتى كأرمن تأثروا فيه، لما تشوف شخص عم يدعي للحرية، عم يدعي لحرية الشعوب، عم يدعي للتساوي والعدل، ولكل مكون ينعطى حقه الحقيقي بهذا المجتمع، فأكيد نحن كشعب أرمن نكون متأثرين بهي الفلسفة العظيمة اللي عم يدعي إلى وعم تنتشر عنا بالمنطقة شكل كتير كبير، وأثرت بكل المكونات خاصة بمناطق شمال وشرق سوريا. نحن كلياتنا بنعرف انه المنطقة عندنا منطقة متنوعة، سوريا بشكل عام منطقة متنوعة أعراق وأديان ولغات، ونحن هلا عم نفوت بمرحلة سياسية كتير حساسة. قبل بداية الانطلاق أو سقوط نظام البائد، مناطق الشمال شرق سوريا منطقة كتير متنوعة وعريقة، مكونة من كل أرمن، آشور، سريان، عرب، كرد، أزيدية، يعني تنوع كتير رائع. هلا عم ننتقل على المرحلة السياسية الجديدة، لازم يكون لكل مكون حق له، كل مكون العربي، الكردي، الأرمني، السرياني، الآشوري، كل مكون لازم يكون له حق مشروع، قانون يحميه، يبرز دوره بمستقبل سوريا الجديدة. نحن هلتين كأرمن عم نطلق صوتنا، عم يكون لنا حضورات قدر المستطاع، عم نبين مثلنا مثل باقي المكونات، لأنه نحن شعب كتير عاش من الويلات وتهمش، بس نحن عم نشوف أنه هلأ بداية انطلاقاتنا من بداية الثورة لهلأ انطلاقات كتير قوية، قدمنا شهداء كتير، وإن شاء الله الشعب السوري بجميع مكوناته بجميع أطيافه ينال حقه بدستور سوريا الجديد وعلى أرض الواقع، ويكون شعوبنا كلها تتعم بالأمن والسلام.